زي مثلا واحد لما اخد الكرة اخدها في حضني. بتحضنها حبيبتي طبعا، ما اكذبش عليك طبعا. ما انا عشان كده قلت لك ايه، دي مراتي الثانيه. دي مراتك الثانيه؟ الكوره دي انا مراتي، انا ممكن مراتي تزعل مني. انت شكلك مش مروح البيت النهارده. لا الكوره دي انا باخدها حس عليها. اخدها ابوسها. وانا في التمرين بطبطب عليها. والله لما يعني احس ان الكوره دي عشان تطوعك. يعني عشان تطوعك اخدها اطفش بيها. يعني بقعد العبها. ده الكوره بالذات حطيت لها هتقول لك عينيا ليك الاثنين تحت امرك. علاقه خاصه جدا. بص الناس ممكن تقول لك ازاي، انا معاملتي مع الكوره بحس كده. معاملتي مع الكوره البطاطا بتبقى معايا حلوه قوي في الماتشات وفي التمرين وفي كل حاجه. بتخاف لحسن الكوره دي اللي في ايديك تغدر بيك؟ عليك نور. الكوره دي عايزها، مش عايزه تقعد تضربها. زي الولد، زي مثلا لو انت عندك مثلا ابنك او بنتك. لو انت بتعامله معامله بتنشنه وزعيق وضرب هيقعد لك في البيت؟ لا هيهرب منك. المعامله دي فلسفه جامده قوي. انا بعامل الكوره زي ما كاني انا كده مثلا بتعامل معاها كده. والحمد لله ما بعملها كده بتطوعني. صحيح. بحس اني اطلع حاجات ما الناس بتقول لك بحبها، باخدها في حضني وانا واقف في التمرين كده بطلع عليها. ما فيش فيها مشكله، وانا بتمرن اخدها. والحمد لله يا عصام. انا في لو الناس الكوره طوعتك المره دي. لو في تمرين الناس بتتفرج عليه. ممكن لو في تمارين لو الناس بتتفرج عليه الناس تلاقيني باخد الكوره اخدها جنبي، قاعده جنبي، رغم في كوره كتير في الملعب بس هي كوره زي 20. سبحان الله. يعني كوره زي 100، كوره زي مليون، بخليها جنبي وبشوطها. ولا يعني هي الحاجه الوحيده اللي بتصعب عليا لما باجي اشوط بس عشان انا بشوط جامد فيها يعني. بس هي دي الحاجه الوحيده. بس بقى في اثناء تدريبي في حضني تقعد وانا قاعد جنب الجون جنبي عليه. عليه وهي جنبي ببص الكوره. يا سلام. مفيش فيها بص مفيش ده غرام ده. لا بقول لك الحقيقه عشان تبقى معايا ايه؟ تطوعني. يبقى في توفيق ان هي تخبط في عرضه وتخبط في وشه وتطلع. يا الحضار يكونك يا نيرانه في الصدافر، لا جبناها بالبوله والنيه مشي بطرافي، مالهم حقرونا سوي تاريخنا ولا حتى الارض تكمل الباقي يزيد يغشنا، حتى الارض تكمل الباقي يزيد يغشنا. استقبلتك بالورود وانت يا حبتني ظهرك، بالخطر انا استقبلك بالشوق اللي يدقك، العيب خرج من